Group hackers Moroccan made in secret. هذا البرلمان، هذا النواب لم يروا انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بالعيون في الصحراء الغربية، في العيون في الداخلة، وفي الاعتداء على سكان عزل، عائلات في معبر قرقاط في منطقة محررة، أو على الأقل نقول قانونا أنها منزوعة السلاح. هذا استفزاز. نشوف اليوم بعض من البلدان الإفريقية يروحوا يفتحوا قنصليات في العيون. هي قنصلية لما تكون لازم يكونوا عندهم مواطنين في هذاك المكان، ما عندهم حتى مواطن، ويفتحوا قنصلية ويستغلوا كأنها من وراء هذا كانت الجزائر. واش جاب الإمارات باش تكون تدير قنصلية في العيون؟ هما اللي وصلونا. الإمارات أمروا بالقتل تاع عبد المجيد تبون، على بالكم علاش وكيفاش؟ أسأل في هذا التوقيت الذي اختاره البرلمان الأوروبي ليتكلم عن هذا الموضوع بالضبط، وهو نسي أنه على حدودنا الغربية هناك مشكل الصحراء الغربية أين تقرير المصير، وهو من حقوق الإنسان الأساسية والأمم المتحدة تقول به، وهناك يعني استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين بشكل سلمي في منطقة القرقارات. هذه لا يتكلم في هذا الظرف بالضبط، يتكلم والعنوان في الحقيقة مثير يعني لغي. هذه واعرة على بالك، هذه واعرة، هذه تاع الشيخ محمد الخامس في القمر. ها؟ وقت عامل كصبر والله الأخت تي منين ربي يحفظك؟ أنا مروكية ولكن مع الشعب الجزائري، مع الصحراوة. فيفا الصحراوة، ربي يجازيك. الله أكبر. فيفا الصحراوة، فيفا الجيريان. الله يبارك. عطوا الأرض لمواليهم، ولكن عجبوني فيهم. عجبوني فيهم اليوم، عجبوني فيهم في باري، عجبوني فيهم. شفتهم اليوم في لا ريبيبليك في باري، يعني ما حبيتش نحطوا الفيديو، والله ولا يبان لي حشومه. ضربوهم والله الا زعما النصوصه والروسيات كيتشايروا في السماء. والله غير ضربوهم. شفتهم هذا وكنت نتفرج فيه قبل ما ندير اللايف. يبعثوه لي والله، غير بعثوه لي ودي. شفتهم والله. يا ذاك اللي يقدم ليه هكذا وجهه يعطيه بالدماغ، امشي سير قال له. انا شفته جاي تقولي والله غير. والله يا ذاك اللي يقدم ليه هكذا وجهه يعطيه بالدماغ، امشي سير قال له. انا شفته جاي تقولي والله غير شفته والله. وانت كتوسط راه ما كيعرفوش داكشي، ما كان داكشي عندهم ما كاينش زعما. الله يعطيهم الصحه. لا شوفي انا والله انا شوفي ما كيخافوش. يا ودي على بالك حسن ثاني واش قال على القرقارات غدو. الجزء الثاني والأخبار المهمة اللي قلت لكم أنها أخبار في غاية الأهمية. أولا الخبر الأول وهو خبر استخباراتي، معلومة استخباراتية أنه ابتداء من ليلة الغد بإذن الله من المتوقع، وبهذا بشكل يعني شبه مؤكد، هو غلق المجال الجوي الممتد من المغرب إلى موريتانيا. يعني المجال الجوي اللي يكون فوق الأراضي الصحراوية المحتلة سيتم غلقه، وسيتم يعني اعتبار هذه المنطقة منطقة حرب. يعني الطائرات المدنية لن تمر من المجال الجوي الصحراوي. هناك تطور. العياسة هذو عسكريين ماهيش وراء، لأنه الجزائر يكفيها 10 ساعات لتدمير المغرب. يعني هذه في حالة ما
طلع لهم في تقنيا راسهم يهاجموا. تكنيكمون سي فري. مدينة السمارة تفيد أنه فيه دوي أو سماع أصوات مدافع وفيه مصادر أنه الجيش الصحراوي على مشارف المدينة وبإمكانه اقتحام المدينة في الساعات القليلة القادمة. بما أنك أنت أصلا من مدينة السمارة وممكن تعرف الجغرافيا وتعرف حتى بعض الظروف الخاصة بالمنطقة، هل تؤكد هذا الخبر وما هو يعني ما هو تحليلك لهذا الخبر؟ يعني انا تواجد حاليا بمخيمات عزه والكرامه، وبالتالي السماره المحتله حسب التضاريس او التضاريس يعني التي تحدها من الشرق، فهي يعني محاذيه الى سلسله جدار الدول العالم المغربي باتجاه الناحيه العسكريه الرابعه، وبالتالي دك حصون الاحتلال. صارت قبل ساعه. محمد خبر عاجل وصلني الان. سكان مدينة السمارة المحتلة يؤكدون قبل قليل سماع أصوات القذائف والقصف المدفعي، ويؤكدون اقتراب الجيش الصحراوي من المدينة. يعني القوات الصحراوية ستدخل مدينة السمارة بعد ساعات من الآن. وهذا خبر مؤكد. هذا من داخل، هذا مصدر عندي، مصدر يعني رسمي من